على صفيح ساخن بين قرارات تصنع وانفجارات سياسية وأمنية تعيد رسم المشهد كل يوم. قسد وسط ضغوطات سياسية وعسكرية لا تهدأ، وملفات الساحل تطوى وتفتح من جديد. أما في السويداء فالمشهد أكثر خطورة من أي وقت مضى، محاولات واضحة لإسكات صوت اختار أن يكون مختلفا. بلد متعدد الجبهات، متعدد الأزمات، ومتعدد القراءات. هذا ما يجعل ضيفنا اليوم حضوره استثنائيا، فهو ليس مجرد كاتب أو محلل سياسي، بل روائي وشاعر كردي سوري نشرت له صحف ومجلات عربية عدة، وترجمت نماذج من قصائده إلى الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية والتركية. وهو عضو في نادي القلم البلجيكي ونادي القلم الدولي، فهو من الذين عاشوا داخل أخطر الدوائر السياسية والفكرية المرتبطة بالقضية الكردية وتفرعاتها. ضيفنا اليوم الكاتب والمحلل السياسي هوشانك أوسي، صوت يعرف خفايا الملف الكردي وخفايا التنظيمات وتفاصيل الصراع من جذره إلى فرعه. أستاذ هوشانك، أهلا وسهلا فيك ببودكاست جدل على منصات آرام نيوز. أهلا وسهلا بك، وأتمنى أن يكون البودكاست مفيد ومجدي ويقدم معلومة ورأي وتحليل للمشاهدين الأفاضل. يا رب، أهلا وسهلا فيك. بالبداية، حزب العمال الكردستاني كان يتم وصفك ببيت أسرار الحزب. ليش تركت الحزب أو انشقيت عنه؟ ما بعرف هذا الوصف مبالغ فيه أنه بيت أسرار الحزب. لا، أنا شخص مطلع على تجربة هذا الحزب وقارئ أدبياته، وكنت ناشط ضمن تنظيماته قرابة عقدين من الزمن، يعني في مناطق الجزيرة السورية في دمشق بعد انتقالي من الجزيرة إلى دمشق. في منطقة الجزيرة كنت ناشط سياسي تنظيمي، مش ناشط عسكري. لكن في دمشق من 99 2000 2001 يعني صرت أشتغل في الحيز الإعلامي الموازي أو التابع لهذا التنظيم. هذا الحراك يعني على مستويين، على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الإعلامي، خلاني قريب من القيادات، وخاصة في المرحلة الثانية في مرحلة الإعلام. أنت بتعرف أنه الإعلام بيكون قريب من دوائر صنع القرار بشكل أو بآخر، يعني في أي تنظيم. فهذا منحني فرصة التواصل مع القيادات من الصف الثاني، وصولا إلى التواصل مع القيادات في الصف الأول. صيف 2007 كنت في جبال قنديل، وبالتالي التقيت بقيادات الحزب: جميل بايك، مراد كرايلان، دوران كالكان، مصطفى قراسو. في منهم من قتل، يعني مثلا فقد الحياة ساكينة جانسيس، قتلت في باريس 2013. وعلي حيدر قيطان جرى تصفيته، وقيل انه استهدف من مسيرة تركية. طبعا هذا الكلام مش صحيح. طبعا في بدايات العمل في الإعلام المرئي لحزب العمال الكردستاني كان هنا في بلجيكا. طبعا أنا ما كملت لك، كنت ملاحق في سوريا. المخابرات الجوية فرع حرستها داهموا بيتي في ركن الدين 17 ديسمبر 2008. المخابرات الجوية داهموا بيتي وتركوا إشعار أنه ينبغي علي أن مراجعة الفرع وكذا، وأنا ما راجعت طبعا، وتواريت عن الأنظار بضعة أشهر. بعدين طلعت على تركيا، بقيت سنة وأكثر من سنة وشوي في تركيا. وقت ذاك كانت العلاقات قوية جدا بين تركيا رجب طيب أردوغان وسوريا بشار الأسد، في اتفاقيات. كان في مجلس تعاون استراتيجي بين النظامين. وفي تركيا كنت ألتقي بمحامي عبد الله أوجلان كمان، يعني كان بيصير بيناتنا لقاءات. ما انقطعت علاقتي مع حزب العمال الكردستاني في تركيا في فترة 2009 2010. كنت شخص غير مرغوب فيه في تركيا. ليش؟ لأنه صحيفة راديكالا التركية وقت ذاك اليسارية، الصحيفة اليسارية ديمقراطية، كانت يعني تمثل تيار يسار الوسط.
في الإعلام التركي. كانت تنشر لي مقالات ناقدة لحزب العدالة والتنمية، مقالات ناقدة لرجب طيب أردوغان، نقلا عن صحيفة الحياة. ولما صارت الأحداث في سوريا بمنتصف آذار في سوريا، أنا كنت في إعلام ال- العمال الكردستاني قسم العربي. وقتها كان اسمها قناة روج أو فضائية روج. طبعا أتتنا تعليمات من جبال قنديل من المسؤول الإعلامي أنه حرضوا الناس على التظاهر ضد نظام بشار الأسد. وأنا وقتها فرحت كثير أنه حزب العمال الكردستاني بالفعل يعني صار يدعم الحراك السلمي ضد بشار الأسد. فتحمس وتشجعت وقلت يعني هرمنا في انتظار هذه اللحظة التاريخية، بين قوسين طبعا المقولة مش لإلي، المقولة للمواطن التونسي. يعني هرمنا ليش؟ هرمنا لأنه تأييدنا لحزب العمال الكردستاني في سوريا أنه في يوم من الأيام سيطالب بالحقوق الكردية في سوريا، ومش بس حزب كردي تركي. سيأتي اليوم الذي يطالب به بهذه الحقوق، وقد أتى. مطلع 2011 قد أتى، وانخرطنا في العملية. شهرين ثلاثة بلشت تأتينا التعليمات: لا، هي مش ثورة، هي مؤامرة، ويخرجون من المساجد القصص. تعليمات من مين؟ من قيادة حزب العمال الكردستاني أتتنا أنه في الإعلام حاولوا تستهدفوا. أنت بتعرف أنه الإعلام مسير، يعني مسيسة. تستهدفوا ما يجري، تشككوا في ما يجري في سوريا، أنه ويعني لا تتبنوا خطاب السلطة، لكن اطعنوا في خطاب المعارضة. فهمان يعني؟ تتبنى خطاب السلطة بشكل غير مباشر. لكن فيما بعد عرفنا أنه في نوع من الصفقة، في نوع من التسوية. مقاتلي حزب العمال الكردستاني أتوا من الجبال، وأتى كان صالح مسلم مش موجود وقت حتى تلك اللحظة. صالح مسلم مش موجود على الأراضي السورية في الشمال السوري. بعدين أتوا. المجيء كان بتسوية مع النظام السوري. النظام السوري يسلمهم تلك المناطق، فقط الشريط الحدودي يحيد الأكراد من على ما جرى. طبعا هذه كانت آه، لعبة النظام ومحترف فيها، يعني النظام السوري السابق كيف يحيد العلويين، يحيد الأكراد، يحيد الدروز، يحيد المسيحيين، ويبقى الموضوع فقط على السنة. مشان السنة الآن يجوا يتاجروا، وأين كنتم وما بعرف شو من السردية المعروفة، السردية الرسمية الحاكمة حاليا. يعني انقطعت علاقتي مع إعلام حزب العمال الكردستاني، وأنا كنت عضو في المؤتمر الوطني الكردستاني كمان، الواجهة الكرتونية الموجودة في بروكسل، مقرها في بروكسل. قدمت استقالتي من الإعلام ومن المؤسسات السياسية، وصرت يعني صاحب موقف نقدي. مش بس بعدت، لا، بعدت وانتقد. وصرت يعني أنشر أرسل مقالات لصحيفة الحياة. الله يطولنا بعمره، يعني الاثنين حاسب الأمين وحازم صاغية كانوا بينشروا لي كثير في صحيفة الحياة. يعني لا يمر شهر وإلا يعني بتنزل لي مقالتين ثلاثة، أحيانا 4 مقالات في صحيفة الحياة. بينزلوا لي مقالات رأي فيه. فصرت أنتقد حزب العمال الكردستاني، ونفسي النقدي يعني أو نفسي علاقتي مع حزب العمال الكردستاني في الصحافة العربية شوي شوي بتدرج، من التأييد، من الدعم، من المساندة، من المساندة بالكلمة والرأي طبعا، إلى يعني المعارضة. انقلب إلى
إلى المعارضة والنقد ودفع الأكلاف يعني. حتى هذه اللحظة الموضوع طبعا موقف سياسي وموقف أيديولوجي. يعني صرت أراجع هذا الحزب، أرجع لأرشيفه، أرجع لأدبياته. أنا قارئ يعني لكم جيد يعني ووازن من كتب هذا الحزب لما كنت في سوريا، لما صرت في أوروبا. لكن كانت مسحة الانبهار، سحر الأيديولوجيا كان مسيطر. الأيديولوجيا اليسارية، الأيديولوجيا القومية كانت مسيطرة. بعد أنه أنت تاخذ مسافة من هذا ال... الكيان، هذا التنظيم، مسافة هيك محايدة، وبتصير تراجع حساباتك وتراجع أرشيف الحزب، وبيتبين لك أنه أنت إلى أي درجة كنت مخدوعا يعني كنت مخدوعا بهذه التجربة التي ظنناها تحررية وطلعت مش تحررية، رح فيها نجي على هاي النقطة آه تحديدا، عن هاي الموضوع. كبيرة. بس نحكي حاليا عن قسد. هل بتعتبر قسد اليوم هي الحامي الفعلي للقضية الكردية، أو هذا الوصف مبالغ فيه نوعا ما؟ لا مبالغ فيه يعني. قسد آه أنا ذكرت وأؤكد يعني قسد آه مشروع أمريكي. بعد يعني الحرب على داعش تطورت هذه الحرب، وتحت الضغوطات التركية طبعا النواة الصلبة لقسد قوات سوريا الديمقراطية هي ال... الكيانات العسكرية اللي سواها حزب العمال الكردستاني، وحدات حماية المرأة، وحدات حماية الشعب، واي بي جي، والقصص هي هي النواة الصلبة الأساسية الاستراتيجية لقوات سوريا الديمقراطية. وهذه النواة الصلبة يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني. هالكتلة العسكرية المهمة الوازنة عن حزب العمال الكردستاني، وحتى يعني منح هذه المنطقة يعني شيء يشبه كردستان العراق. لكن فشلت الولايات المتحدة الأمريكية على زمن الإدارات السابقة. قيادات حزب العمال الكردستاني صرحوا أكثر من مرة أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت يعني تشكيل كيان حكم ذاتي، مش فصل، مش فصل يعني مش انفصال والقصص هي، لكن كيان خاص بالكرد السوريين. من الذي وقف حجر عثرة؟ حزب العمال الكردستاني. ويتفاخرون، يقولونها بفخر، أنه نحن منعنا. طبعا عندما قيادات حزب العمال الكردستاني تطلق هكذا تصريحات، الهدف منه أنه شوفوا يا تركيا، أنتم تعارضون كيانا كرديا في سوريا، نحن مش بس نعارض، نحن عرقلنا هذا الموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية قادرة أن تفرض اندماج قسري على قسد؟ نعم نعم الاندماج القسري خلينا نحكي بنشأة قسد لأن نوصل لموضوع الاندماج حاليا الذي يعني هي بموجب الاتفاق المبرم ما بين مظلوم عبدي و... وأبو محمد الجولاني، بين مزدوجين أحمد الشرعي يعني قسد حاليا قلتها وأؤكد يعني جيش بدون دولة، لا ينطبق عليه يعني وفق القانون. وفق القانون متى ينطبق وصف الميليشيا على قسد؟ عندما تكون هنالك دولة مستقرة، دولة آمنة، قيادة مستقرة، قيادة منتخبة، وزارة دفاع مستقرة، وازنة ومحترمة. وقت ذاك أي كيان عسكري خارج نطاق سلطات الدولة يصار إلى وصفه بالميليشيا. لكن قسد من حيث التسليح والتنظيم والعدد هي جيش. لكن سوريا حاليا يعني دولة عضو في الأمم المتحدة، عضو في الجامعة العربية،
ولا يعني لا يمكن أن غير قادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي السورية. حتى هي دولة هشة ودولة منتقصة، لكن الأنكى من ذلك بدون جيش. قسد عندما خلاص يعني فشلت الولايات المتحدة الأمريكية عن فصل قسد من حزب العمال الكردستاني، هل تترك قسد؟ لا. يعني غضت الطرف. الولايات المتحدة الأمريكية غضت الطرف عن وجود حزب العمال الكردستاني داخل قسد. الأتراك حاولوا يدرجون قسد على لائحة المنظمات الإرهابية، لكن حتى الآن قسد غير مدرج. ع- والتعامل مع قسد كحليف، يعني نشأة التحالف الدولي المناهض للإرهاب، قسد حليف وشريك أصيل للأمريكيين ولا الأوروبيين يتعاملون مع قسد كميليشيا. أنصار الجولاني من باب التقليل، من باب يعني انه نحن الدولة ومن القصص هي وهدلون ميليشيا، فلا تستوي الدولة والميليشيا من هذا الباب. لكن عمليا وفعليا وحقيقيا وواقعيا وزارة دفاع نظام الجولاني حاصل تجميع الميليشيا، وميليشيا في منتهى الرداء غير منظمة. يعني ميليشيا حميتي يمكن بتشبهون، يعني حميتي الموجود في السودان. الأمريكيين لم يتخلوا عن قسد مع وجود حزب العمال الكردستاني ضمن قسد. الأمريكيين لم يتخلوا عن قسد ورغم أنه حزب العمال الكردستاني مصنف لدى الأمريكيين على لائحة المنظمات الإرهابية. الأمريكيين في هذه النقطة براغماتيين. إذا اندمجت قسد في الجيش السوري الحالي، هي مصلحة أمريكية بالدرجة الأولى، لأنه الغلبة واليد الطولة ستكون لقسد، لأنه 70 إلى 80 ألف مسلح يعني مدربين ومسلحين بأسلحة أمريكية، فهذا رح يدعم الموقف الأمريكي داخل سوريا. لكن القسد تمانع. لماذا تمانع؟ هذه أسباب أخرى يعني سنناقشها في سياق الدردشة. الأمريكيين يضغطون على قسد، وتركيا تضغط على قسد فيما يتعلق بموضوع الاندماج، وأوجلان يضغط على قسد فيما يتعلق بموضوع الاندماج. حتى أوجلان، حتى زعيم حزب العمال الكردستاني، يضغط على قسد ويتصل معهم بشكل مباشر، بنفس بشكل السياق، أونلاين أوجلان و... اليوم وجه رسالة من سجنه لقسد دعاها بالاندماج بالجيش السوري وتكون جزء من سوريا الجديدة. لكن طبعا هذا ما أعلن عنه. الزيارة تمت في 24 هذا الشهر يعني. اليوم جرى الإعلان عن الموضوع. أنا كنت بعرف أنه رح لكن أوجلان يضغط، بده سلته بدون عنب. الأتراك يضغطون على أوجلان. دولة بخشلي زعيم المعارضة التركية وأحد رموز الدولة العميقة في تركيا، مش المعارضة، الائتلاف عفوا، الائتلاف الحاكم، الحزب الحركة القومية المتطرف اللي شعاره الذئب الأغبر، وحزب العدالة والتنمية الإسلامي اللي شعاره الرابعة، شعار الأخوان المسلمين في مصر وفي أماكن أخرى. هذول مشكلين الائتلاف الحكومي في تركيا. الاثنين بيضغطوا على أوجلان انه نحن حاولنا نضغط على قسد وقسد تمانع. انت الزعيم الروحي يا اوجلان، انت المرجعية، انت المؤسس، انت ما بعرف شو. بتقول لهم موتوا موتوا، قوموا قوموا. فالمطلب مطلب تركي، رسالة اوجلان مطلب تركي، وأوجلان يقول اندمجوا، لكن لا تأخذ مقابل. لا تطالب بإقليم، لا تطالب بخصوصية، لا تطالب بالاعتراف الدستوري بالكرد في الدستور السوري الجديد. يعني اندمجوا هكذا.
اندمجوا بدون أي مشروع سياسي واضح يخدم مكونات الشعب السوري في منطقة شرق الفرات أو منطقة شمال سوريا، بدون أن يعني قصد تكون قوة دعم للحراك أو لمطالب السويدة، قد تكون قوة دعم لمطالب الساحل السوري. هل هذا الضغط جوهر ضغط عبد الله أوجلان على قسد ورسالة أوجلان ومطالب الاندماج؟ كل واحد بده قسد تندمج بخلفية تخص مصالحه. طبعا الآن أوجلان يدافع عن مصالح تركيا، لا يدافع عن مصالح الكرد. مظلوم عبدي كانوا كوادر في حزب العمال الكردستاني، وحتى الآن مظلوم عبدي لم يعلن استقالته، مثل ما أبو محمد الجولاني بايع القاعدة وبايع داعش وساوى تنظيم إرهابي وكذا، والله صار يعني فخامة الرئيس الانتقالي المؤقت. لكن صفحة مظلوم عبدي فيما يتعلق بالواقع السوري، السوريين لم يتأذوا من مظلوم عبدي بقدر ما تأذى العراقيين واللبنانيين والسوريين وأهل السويدة وأهل الساحل والسنة وأهل إدلب من أبو محمد الجولاني. ومع ذلك أبو محمد الجولاني الآن مع الأسف الشديد يعني وسخرية الأقدار حاليا هو الرئيس الانتقالي المؤقت لسوريا، ولكن ينطبق عليه بالحرف والنص ما قاله عنه أحد شيوخ العقل في سويداء الحبيبة: هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة. يعني مثلا لاحظ معي هذه الاتفاقية، اتفاقية 11 آذار التي أبرمها رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع ومظلوم عبدي. هذا توقيع أحمد الشرع وهذا توقيع مظلوم عبدي. ماذا صحيح. تقول هذه الاتفاقية؟ واحد، في البند الأول: ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية. هذا البند الأول. مش بس قصده، هتعطيني واحد من الموحدين الدروس بيحترم حاله، شخصية محترمة سياسية، واحد ما بيخجل منه، موجود في الحكومة، موجود في السلطة التشريعية، موجود في الإعلام الموالي لسلطة الجولان. هتعطيني واحد مثلا علوي. أين العلويون في السلطات الدولية في المرحلة الانتقالية هي؟ ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة. جيب لي من السفراء والقناصلة الموجودين الآن في العالم الذين يمثلون سوريا ويديرهم الشيباني، جيب لي يعني سؤال مدرسي، يعني عدد لي، مش أنت يعني أو أي حدا من المشاهدين، عدد لي أسماء 5 سفراء، واحد منهم كردي والثاني سرياني والثالث درزي والرابع علوي والخامس عفوا علوي، السادس اسماعيلي، لكي نقول انه هذا التمثيل الدبلوماسي. هي مش محاصصة، هي حقوق، هي حقوق، هي مش محاصصة. طبقا للكفاءة. شو كفاءات الشعب السوري؟ كلهم صاروا بس أهل السنة والجماعة وأهل إدلب؟ بهذا الكلام يعني. هذا الشرط الأول من الاتفاق، شرط يضمن، هذا الاتفاق يضمن حقوق كل مكونات السوريين في التمثيل والمشاركة. هذا الشرط انتهكته حكومة الجولاني من الألف إلى الياء، من الباب للمحراب، ما في هيك شيء. الثاني: المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة. طبعا اللي صاغ هذا الكلام كمان يعني الكلام مش صحيح. يعني مجتمع أصيل من سوريا مش من الدولة. الدولة هيكل سياسي، هيكل إداري، مش يعني هيكل تاريخي اجتماعي. مش مظبوط هذا الكلام. شو بيقول؟
المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. طيب هاي الإعلان الدستوري، أنت شفت شيء حكى عن الكرد وحقوقهم الدستورية؟ ما في هيك شيء. الإعلان الدستوري والانتخابات كل التفاصيل ومجريات وسياقات العملية الانتقالية اللي شفناها ما فيها شيء تلميح يؤكد أنه نظام الجولاني التزم بهذا البند. البند الثالث: وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية. طبعا هذا الاتفاق 10 آذار. بعد 10 آذار في مناطق التماس صار اشتباكات بين قسد ونظام الجولاني، اشتباكات ضارية، يعني في أكثر من ما. مش بس هيك، يا ريت اشتباكات، يعني نظام الجولاني بعد ما يعني نفض ايديه من المجازر في الساحل السوري، راح ارتكب مجازر وجرائم حرب، جرائم حرب في السويداء. البند الرابع من كل هذه البنود 8 بنود، هن بس بيتذكروا البند الرابع: دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز والقصص، هي الأمور الاقتصادية يعني. طبعا هذا البند الرابع لكي يتحقق ينبغي للبنود الثلاثة الأولى أن تتحقق. هن جماعة الجولاني بيقفزوا عن هذه البنود الثلاثة وبيأتوا على بند الدمج. لذلك ينطبق عليهم قول الشيخ الحناوي: هؤلاء هذه جماعة لا عهد لهم ولا ذمة. عبد الله أوجلان انقلب على نفسه وهو الآن تركي أكثر من الأتراك. قلت هاي العبارة بأحد المقابلات التلفزيونية، وهي عبارة خطيرة بنظر أتباع حزب العمال الكردستاني. هل ما زلت بتشوف أوجلان بهاي الصورة؟ ولم يعني يبدو أنه لا، يبدو أنه أوجلان كان هكذا. نحن اللي كنا مخدوعين فيه، أنا اللي كنت مخدوع فيه. يعني هو من الأساس كان يخدم الدولة التركية بدون أن نعلم. صدرت كتب بهذا الخصوص. مثلا الصحفي التركي أور ممجو أغتيل في 93، كتب كتاب حول علاقة عبد الله أوجلان بالاستخبارات التركية. الضابط الذي حقق مع عبد الله أوجلان بعد اعتقاله بين مزدوجين في السجن اسمه حسن أطيلا أور. حسن أطيلا أور كان آه، يا إما الملحق العسكري في السفارة السورية في دمشق، يا إما معاون الملحق العسكري، هيك شيء كان، من دبلوماسي خلال لكن حديثك بصفة أكثر من أمنية. مرة علقت على فكرة اعتقال عبد الله أوجلان. هل عندك تشكيك بالموضوع؟ يعني طبعا يعني هذه القناعة توصلت إليها يعني يعني بشكل متأخر، إنه ما يقال مؤامرة وقصص كله كذب بكذب. يعني ليش؟ يعني أضع لك المصادر. يعني عقيد في الجيش التركي وفي الأمن التركي بيكتب كتابين. آخر كتاب صدر له في 2022 2023، حسن أتيلا أور، هذا العقيد الكولونيل المتقاعد واللي كان ضمن فريق التحقيق مع عبد الله أوجلان، بيحكي وبيسرد تفاصيل التحقيق معه. كثير مهزوز، كثير جبان في أثناء التحقيق، ويقول أنه أنا أريد أن أخدم تركيا، أنا أضع المنظمة في خدمة تركيا، أضع الآن خطاب أوجلان المشيطن للحقوق القومية، للهوية القومية، الذي الآن أوجلان يدعو إلى تركيا الكبرى، تركيا ويعني يتحدث عن الزمن، العلاقة الكردية التركية في الزمن السلجوقي، في الزمن العثماني، أنه العثمانيين استعانوا بالكرد لسحق الصفويين. تعالوا نعيد تلك الأمجاد. أتاتورك
أسس الجمهورية التركية بالتعاون مع الكرد. عبد الله أوجلان الآن، أنا كتبت في أكثر من مرة كمان في صحيفة يمكن العربي الجديد، آه، أوجلان أردوغانيا وأتاتوركيا اثنين. أوجلان لما كان، هي طبيعة أوجلان لما كان عند حافظ الأسد من ال79 ولغاية 2000 1998 غادر أكتوبر، في 10 أو 9 أكتوبر غادر دمشق 1998. إذا بترجع لأدبيات وكتب حزب العمال الكردستاني وقت ذاك، وجلان يمدح حافظ الأسد يعني أكثر من ما يمدحه الأمويين الجدد أحمد الشرع أكثر. وقائد يعني شرق أوسطي وقائد عالمي وقائد إنساني. وجلان بيمدح مين؟ بيمدح طاغية مثل حافظ الأسد وقت ذاك عندما كان، ويذم أتاتورك والدولة التركية والقيادة التركية. الآن يمدح أتاتورك مؤسس الدولة التركية، ويمدح العثمانيين، ويمدح ويريد خدمة تركيا. وجلان الهالة اللي يعني المحيطة به والتي صنعتها الإعلام الكردي التابع لحزب العمال الكردستاني وحتى إعلام دولة تركيا ساهم في نمذجة أوجلان. يعني عندما قدموا أوجلان بصورة بشعة الإعلام التركي، نحن ككرد بسطاء ظننا أنه لا، الأتراك شو ما بيقولوا عن أوجلان كذب. العكس هو الصحيح. كان يقول أنه نحن نريد تشكيل دولة كردية وكيان كردي واشتراكي. الآن يقول الدولة القومية زبالة وزفت وكارثة، وعلى الكرد عدم المطالبة بالكيان القومي. لكن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان اللي موقع عليه كل أعضاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موقعين على هذا الميثاق والعهدين الدوليين، يمنح الكرد، يمنح الدروز، يمنح العلويين، يمنح العرب، يمنح الترك حق تقرير المصير. هذا الميثاق العالمي يمنح كل هذه المكونات حق تقرير المصير. لماذا أنت يا أوجلان لا تشيطن حق الترك أن يكون لهم دولة، وتأتي وتشيطن حق الكرد أن يكون لهم دولة؟ هل هذا الحق حاليا صعب؟ ليش ما شفنا أي تنديد أو تصريح من أوجلان بعد احتلال الأتراك مدينة عفرين؟ بالعكس، طالب الأكراد بتفهم الموقف التركي. هذا مؤشر يؤكد انه اوجلان يخدم المصلحه التركيه. يعني انه هو لم ينتقد لا احتلال التركي، وتركيا قوه احتلال ولا يسميها باحتلال، لا يسمي تركيا بقوة احتلال يعني. والقانون الدولي يعني يعني هو احتلال كامل الأركان والأوصاف، مثل ما الاحتلال الإسرائيلي احتلال. ال- الوجود التركي على الأراضي السورية احتلال، الوجود الإسرائيلي على الأراضي السورية احتلال. هذا اثنين ما بيختلفوا عليه. أوجلان لم يندد بهذا الموضوع. حزب العمال الكردستاني في إعلامه عشرات المرات ذكر أن السلطات التركية استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المقاتلين في الجبال، مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الجبال، أسلحة كيميائية. حزب العمال الكردستاني اتهم السلطات التركية، الجيش التركي، باستخدام أسلحة الكيميائية ضد المقاتلين الكرد، وراح منهم العشرات. وأوجلان لم ينتقد. الأتراك استخدموا الفوسفور في مدينة رأس العين، وطفل له صورة مشهورة، الطفل الكردي يعني في مدينة رأس العين. وهذا الكردي، الطفل الكردي المتضرر من الفسفور التركي في مدينة رأس العين. وجلان لم ينتقد، لم يشجب، لم يندد. وجلان
صم بكم عمي أمام إرهاب الدولة التركية في سوريا، في كردستان العراق، وفي تركيا. طيب هل ممكن تذهب القضية الكردية في سوريا بنفس خط القضية الكردية بكردستان العراق، فيدرالية وحكم ذاتي؟ وارد. شوف، لماذا أقول ذلك؟ يعني إذا أتيت، نرجع للزمن، يعني المقدمات المنطقية لهذه الفكرة. يعني في فترة الخمسينات أو الستينات أو السبعينات، إذا بتجي لعند واحد روسي مثقف أو من العوام وتقول له الاتحاد السوفيتي سينهار، سيتهمك فورا بالجنون. إذا أتيت وقلت يعني نحن أيضا في قبل سقوط نظام بشار الأسد في 2022 23 يئسنا، قلنا خلاص هذا النظام يعني باق وراح يحكمنا حافظ بشار حافظ الأسد إلى أبد الأبد. لكن الموضوع تغير. السياسة عالم المتغيرات والمتحولات المفاجئة. هذه الدول التي ظهرت، دول الشرق الأوسطية، نتيجة أزمات وصدمات وقلاقل وصراعات، ظهرت دول. بلجيكا اللي أنا أعيش فيها من 1832 ككيان أصلا ما كان موجود، لكن نتيجة صراعات مع بين دول أخرى فحاولوا يساووا يعني منطقة عازلة أو منطقة يعني فض اشتباك، أو سموها بلجيكا، وهي الآن دولة فيدرالية محترمة وعاصمة الاتحاد الأوروبي. لكن النشأة كانت غريبة شوي يعني. ف لا تستبعد موارد شرق الفرات، النفط والغاز أكثر من موارد بلجيكا على صعيد الموارد الزراعية أكثر. المساحة هنا مثلا دولة مستقلة وذات أهمية وذات سيادة وكذا، وشرق الفرات لا يحق لها الحكم الذاتي. ليش حبيبي لا يحق لها الحكم الذاتي؟ يحق لها حكم الذاتي. لا تنسى، لا تنسى يا صديقي العزيز، في يوم من الأيام الدروز كانوا دولة، ما تنسوها. أنتم كنتم دولة، لكم عالمكم، دولة بسيطة، دولة يعني مش متطورة، دولة تحت الانتداب، فوق الانتداب، كنت دولة. وتنازلت عن هذه الدولة من أجل سوريا. العلويين كانوا دولة وتنازلوا، الدمشقيين كانوا دولة وتنازلوا لكي تتحقق سوريا. شوف الآن، أنا لا أقول سوريا، لكن النظام الحالي ماذا ينظر إلينا نحن؟ يعني حلف أقليات، بيقولوا عنا حلف أقليات. لك يا أولادي الحرام، لك حلف الأقليات هو اللي أسس لكم هاي الدولة اللي اسمها سوريا. أصلا اسمها مش عربي، اسمها سوريا، آتي من السريان أصلا مغيبين. أنا لهذا السبب إذا تشوف أنت يعني حاطط العلم السوري، علم الاستقلال، هذا مش علم الجولاني. هذا العلم موجود قبل ما أبو الجولاني يتولد. هذا علم الاستقلال وقبل ثورة 2011. والعالم الكردي والعالم السرياني، هاي سوريا. أنا من الناس الذين يعني مع حق تقرير المصير. الدروز بدهم يعيشوا في سوريا، أهلا وسهلا. بدهم يعيشوا خارج سوريا، أهلا وسهلا، لن نقف ضدهم. العلويين بدهم يعيشوا مع سوريا، يا مرحبا. ما بدهم كمان، أهلا وسهلا، وأحترم خياراتهم. ما في وطنية بالقهر والقصر والإكراه. يعني ممكن نشوف دولة كردية مستقبلا تجمع بين روج آفا وإقليم كردستان العراق، بمعنى إقليم سوريا وإقليم كردستان العراق يندمجوا بدولة واحدة؟ شوف، هذا الطرح كمان مستقبلي، لكن أنا لا أستبعده ولن أحاربه لكي أثبت أنه أنا وطني سوري
مخلص لسوريتي لازم مطلوب مني أحارب الدرزي وحارب العلوي وحارب الكردي وحارب هي ما يحلمون فيها. يعني السورية الوطنية السورية لا تبتنى على محاربة حقوق مكونات الشعب السوري. الشعب السوري مزيج شعوب. يعني أنا لا يمكن أن أكون بالضد من مطالب الدروز ومن مطالب العلويين. شلون راح أكون بالضد من مطالب الكرد؟ ممكن، هذا وارد، هذا وارد، وهذا حق، وهذا حق يمنحه للكرد الميثاق العالمي للحقوق الإنسان. من أنا ومن هو الجولاني حتى يعارض هذا الحق؟ هذه النظرة الحقيرة والسافلة لن تقدم لنا وطنا، لن تؤسس لنا هوية وطنية محترمة تحترمنا لكي نحترمها. أنا ما فيني أحترم حدا ما يحترمني. الدولة التي تحترمني يعني أحترمها، والدولة التي لا تحترمني كائن من تكن لن أحترمها. ودولة تحترمني ولا تحترم ككردي ولا تحترم الدروز والعلويين فهي تحترمني لغاية في نفسها، لفك أو ضرب عرى العلاقة ما بين مكونات الشعب السوري. تحيدني، هذا مش احترام. طيب، مظلوم عبدي وزير دفاع سوريا، كثير من الأمنيات والتسريبات والتكهنات حول هذا الموضوع. بغض النظر عن المواقف الشخصية من مظلوم عبدي، ما بتعتبر هذا الشيء نقلة نوعية باتجاه سوريا أكثر تعددية؟ مظلوم عبدي كل يعني الاحترام والتقدير له. أنتقد معه في علاقته الغير صحية والغير سوية مع حزب العمال الكردستاني. يعني ينبغي أن يكون أكثر جرأة في اتخاذ موقف صارم، لأنه هذه العلاقة صارت تضر بسوريا. العلاقة مع حزب العمال الكردستاني تضر بسوريا. العلاقة والتبعية العمياء لعبد الله أوجلان تضر بسوريا قبل أن تضر بكرد سوريا. هي معلومة أذكر لك إياها. هي أول مرة يعني في 2007 أنا كنت في بيت مظلوم عبدي، كنت في كوباني ونمت في في بيت مظلوم عبدي. أنا بعرف أبوه طبيب، إنسان محترم، إنسان وطني، ومن يعني من الأطباء القدامى والجليين واللي له خدمات إنسانية على يعني أهل منطقته. يعني مظلوم عبدي أنا ذكرت لك يعني عسكريا خبرته العسكرية كل جماعة الجولاني كلها كلها مظلوم عبده بيحطهم بجيبته الصغيرة. ليش؟ لأنه مظلوم عبده قاتل الجيش التركي في يوم من الأيام لسنوات، وكان قائدا ميدانيا مهما في حزب العمال الكردستاني، في وقت أنه أبو عمشة وسيف فولاد والجولاني هذول كلهم خدموا حشم عند أصغر ضابط تركي. وبالتالي الكفاءة العسكرية والكفاءة السياسية مش بس تؤهل مظلوم عبد أن يكون وزير دفاع، لا، تؤهل مظلوم عبد أن يكون رئيس جمهورية. لكن المسألة أين هي تلك الدولة التي ترى أنه مش مشكل يعني ما تضع شرط أنه ينبغي لرئيس الدولة أن يكون عربيا مسلما سنيا سلفيا؟ ما بتزبط هيك دولة وطنية. بتحط شروط يعني ما لها علاقة بالكفاءة، إلها علاقة بالعرق، إلها علاقة بالدين، إلها علاقة بالمذهب. أنت بهكذا شروط راجع أنت بند رئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري يمنع أنه واحد درزي كفو وأنه يصير رئيس الجمهورية السورية. ليش؟ أنه واحد درزي يكون رئيس مجلس الوزراء. ليش تمنعه؟ ما هو السبب؟ عربي مثلك، شرط العروبة متوفر، ومسلم، شرط المذهب، هذا المذهب يعني هذا. إذا هيك دولة بتحط هيك شروط، هاي مش دولة وطنية.
هذا اسمه تمييز. والدول الوطنية لا تميز بين مكوناتها القومية أو الدينية أو المذهبية. ما في، الدولة تكون محايدة، الأولوية للكفاءات. هذا ما هو غير موجود لا في سوريا على زمن الأسد ولا في سوريا على زمن أبو محمد. لو كان الخيار اليوم بين قسد وحزب العمال الكردستاني من جهة وسلطة أحمد الشرع من جهة الثانية، أنت مع مين راح تكون؟ مع قسد، بس بدون حزب العمال الكردستاني. طبعا أنا متى سأكون مع أبو محمد الجولاني؟ سأكون معه لما يطلع لنا على الشاشة ويقول أنا أتبرأ من أبو محمد الجولاني. لا يتفاخر بماضيه. أنت شفت التصريح تبعه لما بيقول أنه هو فخور بماضيه، أكيد. ولما بيسألوه عن انتماءاته التنظيمي بيقول طي الشباب. شو طي الشباب؟ يعني على أساس أنت هلا صرت حيطان الستين والسبعين. أنا متى ممكن أكون مع أبو محمد الجوراني؟ لما يعتذر للسويدة وأهل السويدة، لأنه المجازر اللي صارت في سلطه. أنا ما بدي يعتذر عن مجازر اللي صارت على زمن النظام السابق. هو لم يكن مسؤولا، لكن المسؤولية السياسية والعسكرية والقانونية والأخلاقية عن مجازر السويدة، عن مجازر الساحل، يتحملها أبو محمد الجولاني كاملة. تمام. خلينا ننتقل شوية على الساحل وأحداث الساحل. بعد دعوة الشيخ غزال غزال للاعتصام السلمي، شفنا ناس من مختلف المناطق عم تلبي الدعوة وتنزل على الشارع، بس الأمن واجه بالنار والعنف. رجعنا نشوف نفس المشاهد الأولية بال 2011 مع نظام الأسد. هل ممكن راح نشوف ثورة علوية بوجه سلطة تدعي أنها تمثل السنة في سوريا؟ أو بمعنى آخر، ثورة علوية بوجه سلطة سنية بعد ثورة سنية بوجه سلطة علوية؟ أنا ما بسميها ثورة سنية، يعني كانت في البداية ثورة وطنية. في 2011 كانت ثورة وطنية شارك فيها الدرزي والعلوي. يعني عبد العزيز الخير لا هو كردي ولا هو سني، وحتى الآن مغيب. رزان زيتونة ورفاقها المختطفين المغيبين وعشرات الألوف ضحايا ما جرى من 2011 لحتى الآن. بتجي بتغربلهم، أو يعني في منهم الأكراد، هي كانت ثورة وطنية، شعاراتها وطنية. الشعب السوري واحد، بدنا دولة وطنية، بدنا دولة مدنية. بعدين صارت ميليشيا وإرهاب وتكفير ومال قطري وتدخلات تركية والقصص هي كلياتها. بعدين لاحقا صارت جرى تحريفها وتجييرها وإطفاء الصبغة السنية. هن بيفسروا هذا الموضوع أنه انتصار للسنة على العلويين، وما راح نتخلى عن الحكم على أساس أنه السلطة كانت بإيد السنة وإجوا العلويين وأخذوها. شو على زمن حافظ الأسد وعلى زمن بشار الأسد أغلب قيادات الجيش ووزراء ورؤساء الوزراء والحكومات والقناصلة كلهم، يعني نسبة العلويين قديش بيطلع منهم يعني. هو لم يكن نظاما علويا 100%، كان نظاما سنيا برأس علوي. نظام حافظ الأسد ونظام بشار الأسد كان نظاما سني الجسد. حافظ الأسد حتى لما بيروح بيصلي بالجامع صلاة العيد كان بيصلي مثل السنة، بيحط ايده هيك، لا يسبل يديه كالعلويين والشيعة. بشار الأسد نفس القصة. إيه. فتقديري انه العلويين يكرروا القصة، وانه انتفاضة علوية او ثورة علوية ضد النظام، استبعد ذلك. اذا صار هيك حراك فهو حراك مش علوي، حراك وطني سوري يحظى بدعم الدروز، يحظى بدعم الكرد، يحظى بدعم المسيحيين. وهذا ما يخافه الأمويون الجدد. الإجماع
على الحراك، مثل ما صار إجماع ودعم ومساندة للدروز في محنتهم، في مأساتهم، في التراجيديا، في الهولوكوست اللي سواه أحمد الشرع في السويداء. الآن الأخوة في الساحل السوري في أي موقف احتجاجي، السوريين العقلاء الوطنيين إذا ما وقفوا معهم لن يقفوا ضدهم، لكن بكل تأكيد الوطنيين الأسراء سيقفون ضد غطرسة وجبروت وآلة القمع التي تتبع نظام أبو محمد الجولاني. يعني ممكن الاعتصامات السلمية اللي بدأت من الساحل يوم أمس إنه تتوسع وتستمر على باقي المناطق السورية. شو السيناريو الأكثر ترجيح للمرحلة المقبلة؟ ممكن يعني هذه الاعتصامات أتت مفاجئة، وأظهرت الوزن المهم لسماحة الشيخ غزال غزال رغم كل التشويه. شوف، على مدى شهور استهداف المرجعية، بدون الدروز، بدون مرجعية، جرى استهداف سماحة الشيخ، وحتى هذه اللحظة، وإلى أنه الشيخ حكمة الهجري طحجن، يعني بالعامية نحكيها يعني، وكسرهم. فهن كانوا نشوة النصر انه خلص ابتلعنا كل شيء، والكل بده يخاف، مثل الحجاج بن يوسف الثقفي لما هجم على الكعبة وأرعب الناس يعني. فطلع من جبل العرب الأشهم واحد مثل شيخ حكمة الهجري وقال لا، ودفع هذه الضريبة يعني، ولن ينساها التاريخ له، لن ينساها هذا الموقف يعني. هذا الموقف اللي أنا يعني قلت أنه هذا جدي. أنا نشرت على صفحتي على الفيسبوك وقلت إنه الشيخ حكمة الهجري يمثلني وهذا جدي وكذا، من كل هالقصص. الشيخ غزال غزال كمان. الآن ماذا بقي للعلويين؟ من للعلويين؟ نظام الأسد حرب، المثقفين العلويين مشتتين، العسكريين ما في، سلموا سلاحهم وأخطأوا في عملية تسليم، تسرعوا في عملية تسليم السلاح بدون ضمانات. ينبغي للأخوة العلويين أبناء الساحل الاعتصام بكلمة الشيخ غزال غزال، الاعتصام بعمامته. إعلام السلطة اليوم ليل نهار بيقولنا حلف الأقليات حلف الأقليات. ألم تساهم السلطة في تهميش الأقليات وقمعهم وقتلهم وارتكاب الجرائم بحقهم بتشكيل هذا الحلف؟ واليوم أليس من حق هاي الأقليات أن تتحالف لحماية وجودها؟ والله ما في حاليا حلف أقليات، لكن أنا أتمنى أن يتشكل حلف أقليات. يعني هم خايفين من هذا الحلف ويستهدفونه قبل ولادته. يعني أنت شفت في كونفرنس القامشلي كلمة الشيخ الهجري، كلمة الشيخ غزال غزال اللي عبر الفيديو ماذا فعلت بهم؟ جن جنونهم، ما عاد عرفوا يعني، بيحكوا من فوق ومن تحت، الكلام اللي بيطلع يعني وكأنه من فوق وكأنه عم يطلع من تحت، ما عاد عرفت تميز يعني أيهما فمهم أو أيهما أعلاهم من أسفلهم، لنتيجة البشاعة التي نضحوا بها. فيا ليت يعني يتشكل حلف أقليات. حلف أقليات ماذا سيطالب يعني؟ حلف أقليات سيطالب بسوريا وطنية. يعني لو طالما هنالك أقليات هنالك حلف، شيء مشترك، وطن مشترك، يبحثون عن وطن مشترك. يعني صح. إذا شفت الدروز ضمن حلف الأقليات ما معناته أنه مش انفصاليين. شفت العلويين ضمن حلف الأقليات لأنه سوريا أصلا هي حاصل الأقلية، وهذه مش معيبة يعني. السريان أقلية، لكن السريان، جذور السريان من 2012، عفوا من 2025، من 2025 الآن إلى 2025 قبل الميلاد. حلف الأقليات
على المستوى الثقافي، نقيس الأمر على المستوى الثقافي. إذا أنت شلت مبدعي ومبدعات السويداء، إذا أنت طالعت فادي عزام وممدوح حزام ونجاة عبد الصمد وكثيرات وكثر من الأدباء والمثقفين من أهل السويداء، ماهر شرف الدين، كريستين شاهين، من النشطاء والمؤثرين والشعراء، إذا أنت شلتهم من سوريا طالعتهم، هؤلاء مش سوريين. وإذا أنت شلت الأكراد، مثلا مثقفي وأدباء وشعراء الأكراد وهم بالعشرات، العلويين شيل مثلا أدونيس وسعد الله ونوس ومحمد عمران ورشا عمران، من يتبقى لأهل السنة والجماعة في سوريا على الصعيد الثقافي؟ من يبقى لهم؟ غسان ياسين، إبراهيم الجبين، مين يبقى لهم؟ إذا شلت المسيحيين ومثقفي ومبدعين مكون، هؤلاء مفخرة سوريا. شوف، الذين أسسوا سوريا هم الأقليات، والذين حافظوا على سوريا هم الأقليات، والذين سيحافظون على سوريا هم الأقليات، مش جماعة الجولاني والأمويين الجدد. هؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر، قول الشاعر الفلسطيني الراحل، يعني عابرون في كلام عابر. تعقيبا على هذا الكلام، برأيك هاي السلطة ذات الخلفية الجهادية قادرة على إدارة الملفات السورية وتوحيد الصفوف؟ لا أعتقد، لأنه الفقه، المنطق تبعهم قائم على الإلغاء والإقصاء. يعني إذا بتراجع مبدأ السلفية الجهادية اللي بيستند على فتاوى ابن تيمية، أحمد بن حنبل، والنفس التكفيري الإلغائي لأهل السنة والجماعة نفسهم، هي العقيدة الأيديولوجية المتحكمة بهم. يعني بيرفضوا السني الكيوت أخطر من العلوي والدرزي والكردي. العقلية لا تؤسس لوطنية سورية ولا لوطن سوري يجمع الكل. متى ما تبرأ، طبعا إذا يتبرأ سيتعرض ل، يعني رفاقه سينقلبون عليه. الجولاني، أنا أقصد الجولاني، يعني بهيك عقلية، يعني الفرقة الناجية من النار والكل رايحين على الجحيم ونحن بس رايحين على الجنة. هذا هو مبدأ السلفية الجهادية. هذا لن يبني وطنا، يتعامل معنا وكأنه نحن مرتدين وملاحدة وزنادقة وكفرة وهم سيهدوننا إلى سواء السبيل. شو هالحكي؟ عدا عن ذلك، يعني أحد أمرين، يعني واحد منهم كذاب، ما بيصير اثنين. حسن الدغيم كان بيقول عن أبو محمد الجولاني مجهول النسب، مجهول ما بعرف شو. حدث ولا حرج، ضابط مخابرات، واحد عميل ركب الثورة. أنت بتتذكر خطاب حسن الدغيم، نفس القصة. يعني ماذا كان يقول عن الجولاني قبل أنه يصير سلطة وبعد أنه صار سلطة؟ فخامة الرئيس. يا حسن الدغيم وقت ذاك كان كذاب والآن صادق، أو الآن كذاب وفي في الماضي كان صادقا؟ نفس الكلام ينطبق على الشرع. الديمقراطية رجس من عمل الشيطان وتشبه بأتباع السليب وببلاد القردة والخنازير، بين مزوجين وتحتهم خطين، يعني يتحسسوا من هاي الكلمة يعني. أحداث حمص الأخيرة، بعيدا عن رواية السلطة، هل هجوم العشائر على حمص يعتبر ترسيخ جديد لاعتماد الشرع عليهم بارتكاب المجازر بحق الأقليات بعد ما شفنا دورهم بمجازر السويداء؟ يبدو أنه يعني هو حاول، أو أطراف في هذا النظام. هذا النظام أيضا كله مش على قلب رجل واحد، حاصل تجميع ميليشيات. يعني لأنه أحمد الشرع راح على أمريكا
واحتمالات أنه سوريا بتصير جزء من التحالف، يعني بتصير عضو كامل في التحالف الدولي ضد الإرهاب ولازم يحارب داعش. وانت شفت ربما يعني على السوشيال ميديا دعوات شيوخ أنه هذا لا يجوز، نحن قاتلنا داعش بوصفهم ظالمين، لكن ما بيصير، لا يجوز شرعا أن نأخذ بيد الأجنبي والتحالف الدولي ونقاتل داعش، لأنه هن في الشرع ليسوا كفرة، هم ظالمين لكن ليسوا كفرة. فممكن جهات داخل هذه السلطة حاولت أنه تطق براغي للجولاني عبر استخدام الورقة العشائرية أو البدوية، وهي قصص في هذا الموضوع. بس هذا شيء كثير خطير، ولا أعلم مدى قدرة الجولاني على ضبط هذه المسألة، على ضبط، لأنه صارت تجربة السويدة كانت كثير بشعة، وما زالت العشائر هناك. يعني لا أستطيع أن أقول أنه هي خاضعة للسيطرة 100%، لا. يعني صحيح الجولاني بإمكان أن يحركهم، لكن هنالك أطراف في نظام الجولاني قادرة على تحريك العشائر حتى أكثر من الجولاني. اليوم في مطلب واضح بالسويدة: حق تقرير المصير. في أكثر من 200 ألف شخص وقعوا على عريضة تقرير المصير. السؤال: ليش ما بيتحرك الأكراد بذات الاتجاه؟ هل خوف من تركيا هو اللي منعهم؟ شوف الخطاب حق تقرير المصير كمبدأ موجود لدى كل الكرد، وهو يعني حق مشروع مثل ما قلت لك، منصوص عليه في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، منصوص عليه في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية، وبالتالي يعني جزء من القانون الدولي، الشريعة العالمية لحقوق الإنسان. فأنا مع حق أهل السويد، إذا كانوا 200 ألف صاروا 200 ألف وواحد. أنا يعني شفهيا الآن عبر البودكاست وقع، لكن الظروف الآن تعرقل. يعني لو كانت السويداء على حدود تركيا وتشوف أنت التهديدات التركية، يعني ربما ما كان هنالك 200 ألف واحد يوقعوا على هذه العريضة. الجغرافيا لها حكمها. مثلا الأردن ما بيعترض، ما بيقول مثل ما معارضة التركية لحق تقرير المصير في كردستان العراق أو في الأرجنتين أو في الموزمبيق. تركيا تعارض حق تقرير المصير للكرد في المريخ. الآن إذا صار استفتاء مرة ثانية في كردستان العراق، نظام الجولاني راح يعارض نظام الجولاني اللي ما له علاقة بالموضوع، سيعارض. وبالتالي أنا أتفهم الواقع السياسي الكردي في سوريا، أنه لا يرفعون سقف المطالب، يعني سقف المطالب إلى الاستقلال، لكن سقف مطالبهم الفيدرالية. لا يحاربون حق تقرير المصير، بيقولوا نحن نكتفي بالفيدرالية. وإذا تحققت الفيدرالية في دولة محترمة، يعني الفيدرالية مثل ما الفيدرالية موجودة هون في بلجيكا، ففي تقديري أنه الانفصال، حق الاستقلال سيتراجع. إذا الحقوق القومية مشبعة أصلا. ما الذي دفع أهل السويداء بعد مرور تقريبا قرن يعني على التخلي عن الدولة ومنطق الدولة، ما الذي دفعهم إلى التوقيع على هذه العريضة؟ همجية الشريك اللي ما بيشوفك شريك، اللي جاي يذبحك، اللي جاي يقتلك، يبيدك. مش بس يبيدك ويقعد يستولي على أراضيك، على ممتلكاتك، على مقدساتك، يهينك، يذلك. هذا اللي خلاهم الذل، الظلم، القمع
رفض كل هذه ال 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 هذه الثلاثية، ثلاثية الاستبداد والقمع والظلم، رفضها جعلت أهالي السويداء يوقعون على هذه العريضة. فالكرد شوي وضعهم في هذا الموضوع مختلف. إن ضاق الحاضر بحقوق الشعب الكردي ككل، بعلويه وإسماعيليه ودرزيه وعربيه وسريانه ومسلميه ومسيحيه، فسينفتح المستقبل على ذلك. دائما المستقبل كفيل أن يمنحنا فرص أجمل وأفضل من الراهن من اليوم، بشرط بشرط أن لا نفرط بحقوقنا. حذاري من أبناء السويداء أن يفرطوا بحقوقهم. ليش أمريكا اتجهت لضم الشرع لتحالف محاربة داعش؟ كيف راح يأثر هذا الشيء على دور قسد بهذا التحالف؟ بالكردي يقال يعني قول داعش جهر دين سزكي إيمان سزكية، يعني لكل يعني عديم الدين الظالم الذي لا دين له ينبغي أن يكون هنالك ظالم لا إيمان عنده، يعني بمعنى لكل فرعون موسى، شيء هيك قبيل م. يعني. فأن تواجه داعش بشخص من ضمن هذا الكيان، يا إما لكي تفضحه وتضعه على المحك، يا إما لكي تستخدمه. في نقطة أخرى كمان، إذا بترجع كم سنة لورا، راح يعني أمريكا تكافئ أغلب قيادات داعش التي قتلت في مناطق نفوذ الجولاني. زعيم داعش أبو بكر البغدادي وين قتل؟ في مناطق نفوذ الجولاني عندما كان أميرا على إدلب وريف إدلب. القاعدة، رموز القاعدة في سوريا جرى استهداف في تلك المناطق. حسن الدغيم في إحدى تصريحاته عندما يستهدف الجولاني يلمح لهذه المسألة، يلمح مسألة أنه فلان وفلان وفلان جرى استهداف. كيف جرى استهداف؟ من قوات التحالف، من قوات الأمريكيين. فإذا يبدو لي أنه قبل أن يصل الجولاني إلى السلطة في دمشق، أبلى بلاء حسن فيما يتعلق بالموقف من القاعدة ومن داعش. ويعني لا يلوي الحديد إلا الحديد في هذه المنطق. يعني هذا هي إحدى التفسيرات. التفسير الثاني، هذا أبو محمد الجولاني مصروف عليه. أنت بتعرف كمية الأموال التي حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية من قطر ومن السعودية، بس مشان يزبطوا له شوية لقاءات والدخول من الباب الخلفي للبيت الأبيض، ويرتبوا له يعني شوية لقاءات ومقابلات في الولايات المتحدة الأمريكية. يشيلوا اسم تنظيمه من لائحة المنظمات الإرهابية، يشيلوا اسمه واسم رفاقه من لائحة الشخصيات المطلوبين في قضايا إرهاب دولي خصوصا. هذا كله مصروف، هذا كله متعوب عليه. والأمريكيين بياخذوا بالوعة مصاري يعني. إدارة ترامب ترامب يتعامل مع الموضوع بمنطق التاجر، مش بمنطق المبادئ والأخلاق والقصصية. والتاجر الهمجي، والتاجر الشديد الجشع. فإذا جاب لك واحد مثل جولاني وحطه هون بهذا المكان في فترة ما، يا أما بيزبط ويصير آدمي، يا أما بنستخدمه ونضربه ودائما يكون هنالك في سيف مسلط عليه، وتفكيك هذه الجماعات الإرهابية وجعل سوريا محرقة. ليه؟ لأنه الآن سوريا بؤرة استقطاب. إذا بتتذكر لما استولى الإخوان على السلطة بالانتخابات، نعم،
بالانتخابات في مصر، صارت مصر بؤرة استقطاب للجماعات والتنظيمات الإرهابية. تتمي لهذا الحديث، توم باراك رايح للآخر بدعم الشرع، ويبدو أنه ميال كثير لتبني وجهة النظر التركية. شو الشيء اللي صار وما تم الإعلان عنه بزيارته الأخيرة واجتماعه مع مظلوم عبدي؟ أعتقد أنه يعني توم باراك كمان مؤقت مثل الشرع، لأنه فضائحه كمان الإعلام الأمريكي والسوشيال ميديا مطبول به، ورجل اقتصاد كمان، ملياردير وعنده استثماراته، وبده لهذه المسألة أن تحل ويصير في شيء استقرار نسبي في سوريا. الآن سوريا مغرية، بلد منكوب. إعادة الأعمار في هذا البلد ورؤوس الأموال التي ستضخ في هذه البلد، يعني فيما يتعلق بالأعمار، في استثمار البترول، الغاز، القصص هي كلها. توم باراك كمان بيحاول يكون نسخة مشوهة من دونالد ترامب، يعني اثنيناتهم مليارديرية، بس ال ال هذا عنده كذا مليار، هذا عنده مليار أو اثنين يعني هيك شيء، يعني يعني ملياردير صغير مش كبير يعني. هو كمان في تقديري مؤقت خلال سنوات هاي، هو راح يروح يمكن قبل ما يروح أبو محمد الجولاني. طيب والله ما أستاذ عجوز. أستاذ هوشانك، بالختام رح أعرض عليك مجموعة من الأسماء، وبحاجة جملة وحدة رد على كل اسم. غسان ياسين. صحفي من الوزن الخفيف. موسى العمر. مهرج سمج وفاشل. معاذ محارب. فاشي وعنصري من العيار الثقيل. طبعه يغلب تطبعه. مظلوم عبدي. محط آمال السوريين، كردا وعربا، دروزا وعلويين، وسريان ومسيحيين. أتمنى أن يكون أهل لهذه الثقة ولهذا الأمل. شوي جملة طويلة، سامحني عليها. مسعود برزاني. مفخرة للعراق، مفخرة العراق يعني. مسعود برزاني رهان الكرد في العراق، رهان العرب السنة والشيعة في العراق هو مسعود برزاني. أنا أختلف معه بكثير من الأشياء، أنتقده أحيانا، لكن لا يمكنني إلا أن أحبه وأحترمه. أخيرا أحمد الشرع. أحمد الشرع أتمنى أن يتحول إلى أحمد الشرع. يعني هو يعني صحيح كائن لا تحتمل سماجته وصفاقته، لكن أتمنى أن يتحرر من اللوثات ومن ميكروبات وجراثيم الماضي. ماضيه ليس مفخرا. لا يوجد في ماضي أحمد الشرع ما يدعو إلى الفخر، يعني بشو بيفتخر يعني. أستاذ هوشانك أوسي، نورتنا ببودكاست جدل على منصات أرام نيوز الإعلامية. هذا نورك، شكرا كثير. وأتمنى أن هذا الكلام يكون مهضوم وخفيف على قلوب السوريين، وبخاصة للأمويين الجدد. يعطيك الألف عافية، وإن شاء الله أكيد راح يكون في لنا لقاءات مستقبلا وتعاون كثير. إن شاء الله. إن شاء الله. قد لا نملك كل الإجابات، ولكن نملك شجاعة السؤال، وفي كل جدل نفتح بابا جديدا للفهم، لأن الحقيقة لا تولد من الصمت بل من الحوار. نلقاكم قريبا في الحلقة القادمة من بودكاست جدل على منصات آرام نيوز الإعلامية. إلى اللقاء.